السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. النهارده الثلاث 17 سبتمبر 17/9 موجودين امام مسجد سيدي بشر الجوهري. موجودين ليه؟ في اطار التغطيه والمتابعه لمشروع توسعه البحر او توسعه شارع كورنيش. تم فتح الشارع البديل تجريبيا. ايه هو الشارع البديل؟ احنا طبعا لو ما عندكش فكره، بيتم حاليا مشروع كبير، مشروع قومي، هو توسعه شارع البحر وشارع كورنيش 15 متر زياده شمال من الحاره القديمه يمين، 15 متر شمال، والعربيات حاليا ماشيه عليه دلوقتي. ده الطريق الجديد، ولكن في التشغيل التجريبي من هنا، من اشاره سيدي بشر او مسجد سيدي بشر الى نفق السرايا او نفق المحروسه، فندق نانا او فندق المحروسه. لو لسه اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد على اسكندريه يوصل لكم. الاهم ما تبخلوش علينا باللايك بالاعجاب بالاسفل الفيديو. اللي ما عندوش فكره احنا فين، احنا امام مسجد سيدي بشر الجوهري اللي سمت على اسمه منطقه سيدي بشر كلها، وامام فندق رمادة او الهيلتون. وعلى الشمال شاطئ سيدي بشر بوابه واحد، بوابات شواطئ سيدي بشر بوابه واحد. ما زال المصيف يعمل ولكن على استحياء. خلاص كل سنه وانتم طيبين، المصيف بيروح ودخول مدارس، فالاعداد قليله جدا. ممكن حد يقول لي ده في اعداد كتير، لا، هو عشان خاطر بوابات سيدي بشر معظمها لا يعمل، فالتكدس كله موجود هنا على بوابه واحد امام مسجد سيدي بشر. ايضا في مشروع قومي اخر موجود في سيدي بشر امامنا، هو مشروع حمايه الشواطئ اسكندريه من النهر، من تآكل، من هجوم الامواج عليها، خصوصا في النوات في الشتاء. ده داخل البحر ده الاوناش وحواجز الميه او الامواج يتبع وزاره الري والموارد المائيه. ولكن ده مشروع وده مشروع، يعني مشروع توسعه البحر منفصل عن مشروع حمايه الشواطئ، وان كانوا معا في المشروعات القوميه داخل محافظه اسكندريه. كده امامنا شارع مسجد سيدي بشر او مسجد جراش، ثم شارع البكباش العسوي، ثم شارع خالد بن الوليد، ثم الحي، حي المنتزه، ثم ملك حفني بحري، شارع ملك حفني بحري، ثم القطر القديم او مترو اسكندريه الجديد، وبعد كده ملك حفني قبلي، شارع ملك حفني قبلي، سيدي بشر قبلي، شارع المسرح، وشارع القاهره، وشارع سيف، وشارع حسن رفعت، والصداقه، وشارع محمد فريد. احنا كده اتجاه محمد نجيب. بيتم حاليا اهو الانتهاء من اعمال الممشى، الانترلوك او الاحجار اهو. ده الممشى الجديد. لو ما عندكش فكره، هم دخلوا شمال 15 متر ثم مخصوم من 15 متر الممشى. يعني بس بسم الله ما شاء الله هيكون اتساع شارع البحر الجديد من مكاني هنا من على الممشى الى النساجون الشرقيون اللي امامنا ماك او العزبي. هيبقى حوالي الله اعلم يعني حوالي 10 حارات باذن الله. ان شاء الله خير، القادم اجمل ان شاء الله، والمشروع يتم على خير. طبعا الافتتاح التجريبي من المنظره للعصافره تم والحمد لله شغال، وحاليا الافتتاح التجريبي من سيدي بشر الى السرايا. طبعا هنا كان مفروض او كان هنا المكان ده كان شاطئ خاص لفندق رمادة. الله اعلم هيرجع تاني شاطئ خاص لفندق رمادة، ما نسبقوش الاحداث، هنشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. امامنا مشروع الحواجز او حمايه الشواطئ. احنا كده اتجاه شارع الحزب الوطني واتجاه شارع محمد نجيب، ميدان محمد نجيب، شواطئ ابو هيف بتاعت زمان. احنا موجودين في حيز سيدي بشر. بسم الله ما شاء الله. الشارع البحر هيبقى متسع. احنا كده طبعا خلف العماير دي في شارع خالد بن الوليد. النهارده تلات 17 سبتمبر. ما تنسوش تدعمونا باللايك بالاعجاب، ولو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك. ركزوا معانا بقى شويه كده. احنا كده
موجودين على الطريق الجديد ولكن خارج نطاق التشغيل التجريبي. احنا كده موجودين على التوسعة الجديدة ولكن خارج نطاق التشغيل التجريبي. وادي الحارة القديمة، الحارة النازلة والحارة الطالعة. كان هنا تلاتوار للحارة القديمة، الحارتين القدام، الطالع والنازل. الطالع امامنا لمحطة الرمل والنازل امامنا لابو قير او العكس. احنا كده موجودين على الطريق الجديد ولكن خارج حيز التنفيذ للتشغيل التجريبي. مدرسة أحمد حسنين أمامنا الطفولة السعيدة. وطبعا هيكون إن شاء الله يقال والله أعلم، لسه الموضوع كلام إن في كوبري هيتم هنا إن شاء الله أمام شارع محمد نجيب، هيعدي بالشارع. والله أعلم، لسه الكلام بالنسبة لي أنا مش موثق أو مش حقيقي أو لسه يعني كلام سمعناه. وطبعا لكن نفق محمد نجيب اللي أمام الطفولة السعيدة ده خلاص ظهر يعني الحمد لله. لكن موضوع الكوبري إلى الآن احنا سمعنا كلام. وصلنا امام شارع محمد نجيب، طبعا على شمال الصورة اهو شارع محمد نجيب، وبيتقاطع معاه شارع البكباشي العسوي، بيتقاطع معاه شارع جمال عبد الناصر، ثم نفق محمد نجيب، ثم يعدي كده لسيدي بشر قبلي دربالة، وهيكون شمال العصافرة المنظرة، وهيكون يمين لوران، وطبعا الى محطة الرمل محطة مصر. يقال ان هنا ان شاء الله هيكون في كوبري، نتمنى خير باذن الله. يقال ان هنا في هذه المنطقة هنا امام شارع محمد نجيب هيكون في كوبري ان شاء الله. تفاصيله ايه الله اعلم. احنا كده امام اصعب نقطة كانت عاملة مشكلة زمان في شارع البحر زمان قبل توسعة المحجوب الله يرحمه وبعد توسعة المحجوب الله يرحمه، امام مدرسة الطفولة السعيدة او مدرسة الشهيد كريم احمد طه. حاليا على شمال الصورة ده مدرسة الطفولة السعيدة، شارع الطفولة السعيدة. وحاليا الحمد لله بيتم انشاء نفق جديد امام المدرسة. النفق ده ان شاء الله هيكون بمثابة هيحل مشكلة كبيرة جدا طبعا في عبور الطلبة والتلاميذ، اولا للمدرسة طلبة وتلاميذ واولياء امور، ثانيا المشاة والجمهور والاهالي والضيوف والزوار والسياح، كله هيعدي من النفق ان شاء الله. فهيكون ان شاء الله اضافة جديدة لانفاق شارع البحر. احنا كده اعلى النفق الجديد مقابل لمدرسة الطفولة السعيدة او مدرسة الشهيد كريم احمد طه او مدرسة سيدي بشر القديمة. كده امام النفق او اعلى النفق. نفق اهو امامكم، الاعمال مستمرة وده جزء من النفق اللي ظهر الى الان. مقابل لي مدرسة سيدي بشر القديمة البنات او الطفولة السعيدة او كريم احمد طه. ده شارع الطفولة السعيدة يوصلك لشارع خالد بن الوليد وشارع البكباشي العسوي. على اليمين شاطئ السرايا، كان هنا شاطئ السرايا المجاني، كان عليه اقبال كبير جدا. احنا كده امام شاطئ السرايا. طبعا الصيف اللي فات اللي قبله كان عليه اقبال رهيب. شاطئ السرايا المجاني مشروع حاجز الامواج الخاص او التابع لوزارة الري والموارد المائية، موجود ايضا في منطقة السرايا. لو
لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك، شرف لينا وجودكم معانا. ما تبخلوش علينا باللايك بالاعجاب من اسفل الفيديو. وصلنا لنهاية التشغيل التجريبي امام فندق نانا قبل فندق المحروسة. احنا كده داخلين على منطقة السرايا، احنا كده خلاص طالعين من منطقة سيدي بشر ومنطقة السرايا على منطقة لوران. الطابية شمال، مساكن السرايا شمال، مساكن الضباط شمال. امامنا فندق المحروسة مكان طابية سيدي بشر زمان ومكان السرايا القديمة. في نهاية جولتنا اتمنى نكون اسعدناكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. لو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك، زيادنا شرف بيكم. وما تبخلوش علينا باللايك بالاعجاب من اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم على خير.